قبلش باش تكون أول عاصمة مغاربية وإفريقية يحتلوها المرتزقة. كنا ندخلوا آنذاك. تدخلوا عسكريا؟ ندخلوا بصفة ولا أخرى، ما نبقوش مكتوفين الأيادي. ولما قلنا خط أحمر حقيقة كان خط أحمر، وفهمونا اللي وصلت الرسالة. وصلت الرسالة ولم تحتل طرابلس. احنا ناس مسالمين بصح كما يقول لك الجزائري لما يطلع الدم خلاص كايناش الحق يبقى حق والظلم يبقى ظلم. ما عندناش منطقة رمادية، في بعض الظروف يا أبيض يا أسود. يعني الجزائريين لقوا فرصة هيك يحاولوا قدر الإمكان، خشوا، ممكن تسمعوا بين يوم اليوم، خشوا داخل النيل. فأرسلت أنا اللواء عبد الكريم للجزائر على أساس أن هذا العمل مش عمل يعني خوت تستغلوا وقت الحرب وتقول نقدر نحولوا الحرب من جهة إلى جهة في لحظات. فقالوا لا، نحن الكلام هذا كلام فردي اللي صار، وبالتالي اعتبروا الموضوع ينتهي في أسبوع واحد. نرفض رفضا قاطعا أسلوب التهديد والوعيد، ونتعهد للشعب الليبي بأننا ملتزمون بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته وحتى آخر جندي في صفوفنا. كما نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الوطني الليبي إلى أي جهة مهما كان مصدر شرعيتها، حفاظا على كياننا ووحدته، ووفاء لشهدائنا وجرحانا، وتقديرا لتضحيات جيشنا البطل. حفظ الله ليبيا من كل سوء